بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كتاب في لحظة، حيث نغوص في عالم الكتب لنستخرج لكم جوهرها في دقائق معدودة. اليوم سنتحدث عن رواية تشويقية ومثيرة تأخذنا في رحلة إلى عالم الجريمة والأسرار، عنوانها قتيل ترانزيت. هذه الرواية هي أحد إبداعات الكاتب محمد خيري، الذي يقدم لنا قصة مشوقة ومليئة بالأحداث المثيرة. وقبل أن نبدأ، لدينا سؤال لكم في نهاية هذا الفيديو عن معلومة محددة سنذكرها خلال الشرح. ابقوا معنا حتى النهاية لتكتشفوا السؤال. قتيل ترانزيت هي رواية تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة تحدث في منطقة ترانزيت، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد الأحداث وتكشف عن أسرار خفية وعلاقات متشابكة. يتناول الكتاب العديد من المواضيع الهامة مثل الجريمة والعدالة والصراع بين الخير والشر. ما يميز هذه الرواية؟ يتميز الكاتب بأسلوبه المشوق والمثير الذي يجذب القارئ ويجعله يعيش الأحداث بكل تفاصيلها. يخلق الكاتب عالماً متقناً ومثيراً للاهتمام، يجمع بين الواقع والخيال ويجعل القارئ يتساءل عن طبيعة هذا العالم وأسراره. يقدم الكاتب شخصيات متنوعة ومعقدة تحمل دوافع مختلفة وتواجه تحديات كبيرة، مما يجعل القارئ يتعاطف معها ويتابع مصيرها بشغف. تتوالى الأحداث في الرواية بشكل سريع ومشوق، وتثير العديد من التساؤلات والتوقعات، مما يجعل القارئ لا يستطيع التوقف عن القراءة. ماذا ستجد داخل الرواية؟ ستعيش مع أبطال الرواية لحظات من التشويق والإثارة، وتشاركهم في رحلتهم لكشف الأسرار وحل الإلغاز. ستتعرف على عوالم جديدة وشخصيات فريدة، وتكتشف جوانب مختلفة من الصراع بين الخير والشر. ستستمتع بأسلوب الكاتب المميز الذي يجمع بين السرد القصصي والوصف الدقيق والحوارات الشيقة. اقتباسات من الرواية: العدالة ليست دائما ما تراها العين، بل هي ما يشعر به القلب. الأسرار هي الوقود الذي يحرك الأحداث، وهي أيضا السم الذي يقتل الأبرياء. الخوف هو السلاح الأقوى، وهو أيضا السجن الذي يحبس الأرواح. لمن هذه الرواية؟ هذه الرواية موجهة لكل من يحب الروايات البوليسية والتشويقية، ولكل من يبحث عن قصة ممتعة ومثيرة تأخذه في رحلة إلى عوالم مجهولة. والآن نأتي إلى سؤالنا الذي وعدناكم به في بداية الفيديو: من هو قتيل ترانزيت؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات، ولا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك في القناة عشان توصلكم حلقاتنا الجديدة أول بأول، وتفعلوا زر الجرس كمان. وقبل ما نختم الحلقة، حابين نشكر مصمم الفيديو زياد أشرف على مجهوده الرائع. في الختام، قتيل ترانزيت هي رواية تستحق القراءة، تأخذك في رحلة إلى عوالم مجهولة، وتثير فيك العديد من التساؤلات والتأملات. إنها قصة عن الصراع بين الخير والشر، وعن قوة الأمل والإرادة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. نلقاكم في حلقة قادمة مع كتاب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.